ومرحبا بكم في مطبخ منير. اذا كنتوا اول مره تزوروا القناه نقول لكم مرحبا بكم، ورجاء ما تنسوش الاشتراك وذلك بالضغط على الزر الاحمر الموجود اسفل الفيديو، ثم تفعيل الجرس ليصلكم جديد القناه. اما اذا راكم مشتركين فنعاود نرحب بكم مره اخرى ونشكركم شكرا جزيلا على الدعم والتشجيع. اليوم جيتكم بهذه الحلوى الجافه الرائعه، تصلح طول ايام السنه. حلوى اقتصاديه مقاديرها متوفره في كل المنازل وذوقها ولا اروع. بقوا معايا اخواتي باش تشوفوا المقادير مع طريقه التحضير. نتمنى لكم فرجه ممتعه على قناتي. لتحضير الحلوى نتاعي لازمني هنايا 125 غرام من المارغرين تكون طريه بدرجه حراره المطبخ. هنايا عندي زوج حبات بيض، ناخذ حبه كامله زائد صفار حبه. عندي كاس من السكر الناعم، عندي نصف الكاس من نشاء الذره او ما يعرف بالمايزينا، عندي نصف الكاس من الحليب. هنايا ندايا فنجان من جوز الهند، تقدروا تدوا نصف كاس ولا كمشه تاع لانواط كوكو. وهنايا عندي باتاغون بذوق جوز الهند، اذا ما توفرتش عندكم تقدروا تستغنوا عليها وتعوضوها بالفانيليا عادي. عندي فرينه حسب الحاجه، وعندي فقط قرصه من خميره الحلويات. ما نكثروش خميره الحلويات باش ما تضيعناش لا فورم تاع حبه الحلوى في الفرن. نبدا بسم الله. اول حاجه راح ناخذها هنايا هي لا مارغرين، نضيف عليها السكر الناعم ونخدمها. نضيف عليها حبة البيض كاملة، زائد صفار، نضيف عليهم نص كاس من الزيت، نص كاس من نشاء الذرة، الان نضيف باداغون بذوق جوز الهند، ها هي ملعقه صغيره ما نعمروهاش بزاف، ونضيف جوز الهند. هنا نديت حوالي نص كاس لان الفنجان راه صغير بالمقارنه مع الكاس. اللي ما عندهاش لا باداغون تاع جوز الهند تقدر تستعمل في بلاصتها لا فاني ولا لو زيست تاع الليمون. الان نبدا نشف بالفرينه، نضيف كميه قليله فقط. كما راكم تشوفوا على راس ملعقه صغيره فقط من خميره الحلويات باش ما يخسرليش الشكل تاع الحلوى تاعي في الفرن. ونبدا نخدم فيها ونضيف الفرينه تاعي بالتدريج.
نتحصل على عجينه اللي نقدر نشكلها بلا ما نيبس العجينه تاعي بزاف باش ما تجينيش الحلوه تاعي يابسه. هذا النوع من الحلويات ضروري يكون في البيت، حلوى اقتصاديه جافه توجد بالخف. انا هاد الانواع تاع الحلويات ما نستغناش عليها في داري، نبغيها توجور كاينه. اي ضيف اي واحد يجي على غفله تلقي باش تحطي قهوه. هنايا صاير راهي خدات الكميه الكافيه من الفرينه، لمدها فقط جيدا. هيا اخواتي العجينه تاعي بعد ما لميتها شوفوا لازم تبقى هكا طريه. الان راح نبدا في التشكيل. انا راح نستعمل المول تاع السيليكون هذا، اذا ما توفرش عندكم هذا ما كونش ملزمين بهذا، تقدروا تستعملوا اي نوع واحد اخر. وحتى اللي ما عندهاش مول تاع سيليكون تقدري تشكلي الحبه بهذه الطريقه وديري لها حفره في الوسط. هذه في حاله عدم توفر مول تاع السيليكون. كما هكا نضغطوا عليها قليلا باش تاخذ الشكل تاع المول. وكما قلت لكم بالنسبه للخميره الكيميائيه ندو غير قرصه فقط باش ما تضيعناش الشكل تاع الحبه وما تنتفخش في الفرن. راح نواصل اخوات التشكيل تاع الحلوى تاعي في المول بهذه الطريقه. وفي هذا الاثناء راني دايره الفرن تاعي يسخن على 180 درجه مئويه. راح نطيب الحلوى تاعي ونخليها حتى تبرد تماما عاد باش نديمو ليها. دائما هذا النوع تاع الحلويات لي صابلي كي طيبوهم في المول تاع السيليكون لازم تخلوهم يبردوا تماما عاد باش تديموا لهم، والا كلشي راح يتكسر. اذا نلتقي من بعد اللي نطيب الحلوى. بالنسبه للشكل الثاني اخواتي راح ناخذ هذا المول غادي نغير فقط قليلا في طريقه التشكيل. ناخذ كريه بهذا الشكل، البياض البيضه اللي كان قاعد لي نضربه قليلا بشوكه اكل، وراح نفوت فيه هذيك الكريه ومن بعد نمررها في جوز الهند ونحطها في المول تاعي حتى هي نخبزها شويه باش تدي لا فورم تاع المول. ما كانش اختلاف كبير في الذوق، ولكن فقط هذا النوع الثاني تجي بنه جوز الهند باينه بزاف خاطش تجي من الفوق. وها هي الحلوى نتاعي اخواتي بعد ما خرجتها من الفرن وخليتها بردت تماما ديموليتها. والان راح نبدا في التزيين. هنايا خديت مربى المشماش بالملعقه الصغيره، نرفد كميه قليله ونحطها في الوسط. ممكن هنايا المشماش تاع المربى تاعكم تنكهوه بلا بات داغوم ذوق سيترون ذوق الليمون تجي شابه بزاف. اما بالنسبه للنوع الثاني رشه قليله فقط من السكر الناعم عمرته في الصفاي. وهنايا نفس المربى مربى المشماش ولكن زدت له ملون احمر ونزينه بنفس الطريقه. ودوك نوريكم الحلوى تاعي جاهزه في صحن التقديم ان شاء الله. هاي اخواتي الحلوى نتاعي راهي واجده في طبق التقديم. حلوى رائعه بنينه بزاف اقتصاديه غير مكلفه، مقاديرها متواجده في كل المنازل. نتمنى تنال اعجابكم وتجربوها على طريقتي. ونقول لكم باللي النكهه تاع جوز الهند اللي ضفتها لها عطاتها بنه رائعه. وصلت اخواتي لنهايه الفيديو تاعي لنهار اليوم. اذا عجبتكم الوصفه ما تنسوش كما العاده تخلوا لي جيم وتعليق، وما تنسوش دعم القناه بالاشتراك وتفعيل الجرس.
إلى الملتقى مع وصفات أخرى إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.